اللي جاي يكون أقوى بزاف. اليوم غادي نهضروا على واحد الفيلم اللي يلا خرج هاد الأسابيع الأخيرة، وقف الدم في العروق ديال كاع اللي تفرجوا فيه. فيلم الرعب الكوري الجديد سلاموكجي ويسبرين واتر، أو همسات المياه المظلمة. تخيلوا معايا طاقم تصوير ديال السينما غادي لواحد السد مائي معزول باش يصوروا لقطات عادية، صدقوا طايحين في لعنة شعبية قديمة، ولقاو راسهم وجه لوجه مع رعب ما كيرحمش. القصة كتبدا فاش هاد الطاقم ديال التصوير كيقرر يمشي لواحد المنطقة سميتها سلاموكجي. هاد البلاصة مشهورة في الأساطير الكورية بأنها ملعونة، وأي واحد كيقرب من داك السد المائي كتوقع عليه حاجة خايبة. في المظهر كيبان المكان هادئ، الضباب مغطي الماء والأجواء السينمائية بامتياز، ولكن هاد الهدوء هو اللي كيسبق العاصفة. غير كيبداو يثبتوا الكاميرات ديالهم ويبدا التصوير بالليل، كيبداو يسمعوا أصوات غريبة بحال الهمس جاي من وسط الماء الغارق والمظلم. في الأول كيسحاب عليهم غير الريح، ولكن فجأة كيبدا الطاقم يتصابوا بكوابيس حقيقية وهما فايقين. الفوضى غتبدا فاش واحد من الطاقم غيبان ليه شي كائن غامض كيتجاجر تحت الماء، وفي دقائق هاد البلاصة المعزولة غتحول لمصيدة موت، وكل واحد فيهم غيولي كيتحارب مع أسوأ المخاوف ديالو باش غير يخرج عايش من داك المكان. بالنسبة للرأي ديالي الشخصي، هاد الفيلم عرف كيفاش يخرج على المألوف ديال الأفلام الرعب العادية اللي كتعتمد غير على الخلعة ديال الفجأة أو جامب سكير. ستايل السينمائي المظلم دارك سينماتيك كان هربان بزاف، هدوء دوك اللقطات اللي مصورين وسط الضباب وفوق الماء بالليل كيجيبوا التبوريشة، والمخرج عرف كيفاش يلعب بالأعصاب ديالنا ويخلينا نعيشوا داك الخوف النفسي الحقيقي مع الشخصيات، كأننا معاهم وسط داك السد الملعون. وأقوى حاجة عجبتني في الفيلم هي كيفاش وظفوا الأساطير الشعبية الكورية القديمة وربطوها بالواقع ديالنا الحالي. الأحداث غادية بواحد الذكاء كبير، وكل ما كتقول صافي فهمت اللعبة، الفيلم كيعطيك صدمة جديدة وتقلبات في القصة عمرها ما تطيح ليك على البال. هادشي هو اللي خلى الفيلم يكون ناجح وداير هاد الضجة كاملة، حيث كيشدك من الدقيقة الأولى حتى لآخر لقطة بلا ما تحس بالملل نهائيا. في الختام، فيلم سلاموكجي ماشي مجرد فيلم رعب عادي بغا غير يخلعنا، بل هو تجربة سينمائية ذكية وممتعة بزاف. عرفت كيفاش تمزج بين الغموض النفسي والأساطير الشعبية بطريقة متميزة. هاد الفيلم كتبت بلي الأفكار الذكية والإخراج المتقن هما اللي كيصنعوا الرعب حقيقي كيبقى لاصق ديك في الدماغ وما كيرحموش فيه الأعصاب. إذا كنتي من عشاق الرعب الآسيوي المظلم ومن محبي الأفلام اللي فيها صدمات وتقلبات غير متوقعة، فهذا فيلم ضروري ومؤكد تعيشي التجربة ديالو وما خصكش تفوتيه نهائيا. كنتمنى تكون هاد المراجعة عجبتكم، وقولوا لي في التعليقات واش عجبتكم هاد النوعية ديال الأفلام الكورية اللي فيها الغموض والأساطير. وما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد. تلقاو فيديو جاي مع مراجعة أقوى. تهلاو.